خطوبة عمر كمال وبعدت عن الوسط الفني وقررت تدخل عالم رجال الأعمال من أوسع أبوابه. ندى الكامل المرة دي وقعت وقفة وسمعت كلام ياسمين صبري ومشيت على خطاها. تعالوا نعرفكم ايه الحكاية. محدش يختلف انه ندى الكامل مادة خام لإثارة الجدل، على الرغم من انه اللي يدور في حياتها وبداياتها فهي اصلا بنت عز من يومها، وكانت بطلة رياضية معروفة وعارضة ازياء وموديل، يعني مش محتاجة من الاخر لا شهرة ولا فلوس، عندها اللي يكفي وزيادة. رغم كده الناس كلها بتتهمها انها بتدور على الترند والشهرة والفلوس معاهم. وبعد لما اعلنت جوازها من رجل الاعمال احمد خالد، الجمهور بصم بالعشرة على الموضوع ده، خاصة يعني انه اصغر منها في السن، والجوازة جت فجأة. ولما اتسألت انتي حبيتيه ليه، قالت دمه خفيف وبيضحكني، ودول نفس الكلمتين اللي قالتهم ياسمين صبري على ابو هشيمة. عشان كده هي قررت تمشي على خطاها. طب ليه الجمهور دايما بيتهمها انها بتسعى للشهرة والفلوس رغم انها مش محتاجة؟ ده لانها ما تعرفتش ولا طلعت للنور غير لما اتجوزت احمد الفيشاوي، وبسبب تصرفاتهم الجريئة اتشهرت اكتر واكتر، وفضلت على الحال ده كتير لحد ما اعلنوا طلاقهم. ومفيش اسابيع وبدأت تعمل حركات غريبة مع عمر كمال، مرة يروحوا يصيفوا مع بعض ويتصوروا من غير ما يبينوا وشهم، ومرة ينشروا فيديوهات تيك توك من عندهم في البيت وبعدها يمسحوها، وده خلى الجمهور يتأكد انهم متجوزين او في بينهم حاجة. رغم كده طلعت نفت اكتر من مرة وقالت انهم صحاب ومفيش بينهم اي حاجة، وكل اللي بيحصل ده من تخمينات الجمهور. الحاجات دي كلها هي اللي خلت الناس شايفة انها بتجري ورا الفلوس والترند. واللي كتير ما يعرفوش انه ندى الكامل كانت متجوزة قبل كده وعندها 3 بنات انسات زي القمر نسخة منها، لكن لحد دلوقتي محدش عارف هو مين جوزها الاولاني. شوية يقولوا رجل اعمال وشوية يقولوا مسؤول سياسي، خاصة انه محدش عارف اسمه ولا ظهر تماما ولا هي كانت بتتكلم عليه. حتى بناتها مختفين تماما عن عين الاعلام وما ظهروش غير مرتين ولا حاجة معاها في الصور، عشان كده دايما هي محطة انظار. دلوقتي جه دوركم تشاركونا الرأي، شايفين ندى الكامل فعلا بتدور على الشهرة والفلوس، ولا هي عايشة حياتها بشكل طبيعي والناس هي اللي مركزة معاها؟ وهل جوازتها الأخيرة جوازة مصلحة ولا قصة حب فعلا؟